بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هداية ونورا للمسلمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في الحلقة السادسة من بودكاست فذكر. النهاردة هنتكلم عن القرآن الكريم، الكتاب العظيم اللي ربنا أنزله عشان يكون لينا نور ودليل في حياتنا ويهدينا للصراط المستقيم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لغيرك، فالدال على الخير كفاعله. استنوا وما تنسوش تصلوا على النبي في قلوبكم في الكومنتات قبل ما نبدأ. يلا بينا نبدأ على بركة الله. ايه أهمية القرآن في حياتنا؟ القرآن بيكون سبب في هداية القلوب. ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني هو الدليل اللي بيوصلنا للطريق المستقيم. والقرآن بيكون سبب في راحة النفس وطمأنينة القلب، وده ربنا أكده لما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن هيشفع لصاحبه يوم القيامة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن بيكون سبب البركة في حياتنا، اللي يتمسك بالقرآن يمشي عليه حياته كلها بتتغير للأحسن والأفضل. طيب ازاي نخلي القرآن جزء من حياتنا؟ لازم أول حاجة إننا نقرأ القرآن بتدبر، يعني مش مجرد تلاوة وخلاص، لكن نفهم ونتأمل المعاني كويس على قدر المستطاع. وتاني حاجة لازم نطبق القرآن في حياتنا، لأن القرآن مش مجرد تلاوة، ده منهج حياة بنمشي عليه. وتالت حاجة لازم نخصص وقت يومي لقراءته، حتى لو صفحة واحدة بس، المهم المداومة على قراءة القرآن يوميا. ولازم برضه نعلمه لغيرنا، زي ما ربنا أنعم علينا بالعلم واجب علينا نعلمه لغيرنا، لأن اللي يعلم حد تاني معاني القرآن ويفهمه كويس فله أجر كبير عند الله. تعال أقول لكم عن قصص في تأثير القرآن وأثره في حياة المسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حياته كلها اتغيرت بعد ما قرأ آيات من سورة طه، وده كان سبب في دخوله الإسلام. وعن خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، أي لو كانت القلوب طاهرة لظل الإنسان صباحه ومساءه يقرأ القرآن ويتدبره، فهو يشفي ما في صدره. فالقرآن العظيم شفاء لما في الصدور، وآياته موعظة إلهية ربانية، فمن قرأ آيات القرآن زاده الله عز وجل إيمانا على إيمانه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. وبمناسبة اننا في شهر رمضان، وقبل ما نختم حلقتنا عايز اقول لكل اللي بيسمعني دلوقتي اوعى حد فيكم يفوت شهر رمضان بدون ما يختم القرآن حتى لو مرة. الموضوع بسيط ومش محتاج منك مجهود غير انك تلتزم بورد يومي لا يقل عن جزء واحد في القرآن، واللي هم بيكونوا 20 صفحة، وده لان القرآن 30 جزء في 30 يوم في الشهر الكريم. وهقول لكم دلوقتي على طريقة سهلة وبسيطة تختم بيها القرآن بإذن الله. انت معاك في يومك 5 فروض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كل اللي هتعمله بعد صلاة الفجر هتقرأ 4 صفحات، وبعد صلاة الظهر هتقرأ 4 صفحات، وبعد صلاة العصر 4 صفحات، وبعد صلاة المغرب 4 صفحات، وبعد صلاة العشاء 4 صفحات. 5 فروض في 4 صفحات، هتلاقي نفسك قرأت جزء كامل يومين، واللي هم 20 صفحة. وده هدف بسيط في يومك الطبيعي، ولكن في نهاية الشهر هو هدف وإنجاز كبير وعظيم. وعايز أقول لك إن ال4 صفحات مش هياخدوا معاك ربع ساعة بالظبط. وبما إننا النهاردة اليوم السادس في الشهر الكريم، اللي ما بدأش من أول الشهر يحاول بكل استطاعته يعوض كل اللي فاته، من بعدها يبدأ يلتزم بالطريقة دي. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة. اخواتي واحبابي، عايز اقول لكم ان القرآن هو رسالة ربنا لينا وكنز كبير بين ايدينا، فخلينا نتمسك بيه ونعيشه ونتدبر في معانيه ونتعلمه كويس وننشره بين الناس ونعلمه لغيرنا. نسأل الله ان يجعل القرآن نورا لقلوبنا وسببا لفوزنا في الدنيا والآخرة. رددوا معايا اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. كان معكم احمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.